بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. فوز النادي الأهلي على يانج أفريكانز التنزاني 2-0 وتصدر المجموعة برصيد 7 نقط. هكلمك النهاردة عن فنيات المباراة، أرقام النادي الأهلي، وتقييم اللاعبين في المباراة النهاردة. بس قبل ما نتكلم في الفنيات هقول لك كام حاجة بخصوص المجموعة. الأهلي الأول برصيد 7 نقط، والتاني يانج أفريكانز التنزاني برصيد 4 نقط، والتالت الجيش الملكي المغربي برصيد نقطة، والرابع شبيبة القبائل الجزائري برصيد نقطة برضو. وفي مباراة بينهم هتتلعب في الجزائر في نفس الجولة الثالثة اللي احنا فيها ديت برضو، بس هما بيتنافسوا كلهم على المركز الثاني حاليا، لأن الأهلي هيبقى فارق عن الثاني برصيد 3 نقط أيا كانت نتيجة مباراتهم. حتى نتمنى طبعا في مباراة تنزانيا بين الاهلي ويانج افريكانز ان تكون النتيجة ايجابية لصالح النادي الاهلي. المباراة هتكون يوم 31، بس قبلها في مباراة في الدوري بين الاهلي ووادي دجلة، هتكون باذن الله تعالى يوم الثلاث الجاي اللي هو 27 يناير الساعة 5 مساء. دي في الدوري بين الاهلي ووادي دجلة. ومباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني هتكون بإذن الله تعالى يوم السبت 31 يناير الساعة 3 العصر. دايما الأفارقة بيلعبونا الساعة 3 العصر، طبعا قارة غريبة جدا وحكامها أغرب. حكم النهاردة اللي هو داوود جاي يعني حكم سيء جدا، سيء لأبعد الحدود. كمية ضرب في المباراة من فريق يانج أفريكانز التنزاني، زي ما يكون هو ناسي الإنذارات، ما عندوش إنذارات، ادى انذار واحد بس في المباراة. وكمية ضرب من لاعيبة يانج افريكانز للنادي الاهلي غريبة جدا، وهو مش هنا. التحكيم الافريقي ولا اسوأ، يعني أسوأ تحكيم ممكن تشوفه في حياتك التحكيم الأفريقي. مش كفاية البلاوي السوداء اللي كانت حاصلة في بطولة أفريقيا، الفضائح التحكيمية، فرق كتير جدا اتظلمت وفرق خرجت من البطولة بسبب أخطاء تحكيمية، وكلنا شفنا طبعا الفيلم والفضيحة الكبيرة بتاعة النهائي. يعني بصراحة حكام أفريقيا صفر، مستوى التحكيم الأفريقي ولا أسوأ. النهاردة الحكم السنغالي داوود جاي ده حكم سيء جدا لأبعد الحدود، حكم سيء. طيب المباراة النهاردة في مجملها كانت مباراة متوسطة. الشوط الأول كان سيء، الشوط الثاني كان جيد بالنسبة للنادي الأهلي. بالرغم الشوط الأول كان سيء، واستحواذ الأهلي في الشوط الأول كان 71%، ويانج أفريكانز التنزاني كان 29%. تخيل، استحواذ 71% وأداء الأهلي كان سيء. أنا قلت لك إن هو فريق بيتكتل دفاعيا، تمام، وبيعتمد على التنظيم الدفاعي وبيلعب على التحولات الهجومية. الهدف الأول جه من تريزيجيه من رأسية، كرة مرفوعة وجابها هدف. زي ما قلت لك هي دي الحل بتاع الطريقة بتاعتهم، والاختراقات برضو الدفاعية، تمام. لكن هم الشوط الثاني فتحوا، فالأهلي قدر يعمل مرتدة تحول عليهم وبعد كده جاب هدف. الشوط الثاني بالرغم من ان الاستحواذ للنادي الاهلي كان 43% ويانج افريكانز 57%، الا ان اداء النادي الاهلي الشوط الثاني كان افضل. تخيل، استحواذ 43% والاداء كان افضل الشوط الثاني. المباراة نجمها النهارده كان امام عاشور وتريزيجيه. بصراحة اداء ممتاز من الاثنين دوت، ثنائي رهيب امام عاشور وتريزيجيه. هكلمك برضو عن ارقام المباراة. الاستحواذ في مجمل المباراة كان 57% النادي الاهلي و43 ليانج افريكانز التنزاني، ده في مجمل المباراة. التسديدات 10 تسديدات للنادي الاهلي وهم 9 على المرمى، الاهلي ليه 3 وهم ليهم 5 على المرمى. هم كان بيروحوا بفرص خطيرة، علامات استفهام على دفاع النادي الاهلي برضو، خلي بالك عشان الموضوع ده مش هينفع في المباريات اللي بره وكلام زي كده، لازم نركز دفاعيا، تمام. التمريرات الدقيقة في المباراة كان للنادي الأهلي 478 تمريرة وهم 350 تمريرة. يعني تخيل الفرق في التمريرات، 128 تمريرة دقيقة الفرق بيننا وبينهم. كان عندهم ميس باص برضو الفريق دوت. تمركز النادي الاهلي كان في التلت الاوسط من الملعب في معظم اوقات المباراة، تمام. تقييم بقى اللاعبين في المباراة النهاردة، اوفا ياخد 7.1. بصراحة اوفا اداؤه ممتاز وفي تطور في مستواه، وانا شايف ان هو حقه ياخد فرصة ويكمل، تمام. والاحسن هو اللي يلعب، ما فيش حد المفروض يبقى ضامن مكانه في الفريق، وده كلام يسترب للعيبة. اتكلم معاهم ان ما فيش حد ضامن مكان ليه، ولازم اللاعب يبقى عارف ان في واحد تاني
جاي وممكن يلعب مكانه، فلازم يبقى في منافسة بين اللعيبة في جميع المراكز حتى حراسة المرمى. فهو بيدي أوفا النهاردة كان أداؤه ممتاز، ياخد 7.1 من 10. محمد هاني ياخد النهاردة عمل اسيست، ياخد 7.5. تمام، أداء جيد من هاني. ياسر إبراهيم 7.6، أداء ممتاز. ياسين مرعي 7.2. كوكا 7. ديانج 7. مروان عطية 7.2. إمام عاشور كان ممتاز النهاردة في المباراة بصراحة، ياخد 7.5. زيزو 6.6، أداء متوسط من زيزو، كان عنده مس باص كده ولخبطة في أدائه زيزو. نجم المباراة النهاردة تريزيجيه 9.2، أداء ممتاز من تريزيجيه، هداف دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 أهداف، عمل هدف ممتاز النهاردة، ياخد 9.2 تريزيجيه. مروان عثمان أول مباراة ليه مع النادي الأهلي، ويعتبر أداء إلى حد ما كويس من مروان عثمان، ياخد 6.5. تمام. البدلاء جراديشار ياخد 7. فرص هدرها جراديشار في المباراة، بالرغم ان هو كان برضو من ضمن المساهمين في اداء الاهلي في الشوط الثاني، كان اداؤه جيد جراديشار، ياخد 7. بن رمضان 7.2. طاهر 6.4. احمد عيد الوافد الجديد ويحسن الشحات الاثنين ما فيش تقييم، لان هم نزلوا اساسا في الدقيقة 89 اخر المباراة يعتبر. في مجمل المباراة أداء متوسط من النادي الأهلي. طبعا محتاجين نركز الفترة الجاية على بعض الأخطاء الدفاعية اللي بتحصل. تمام، لولا تألق مصطفى شوبير النهارده في كام كورة كان ممكن فريق يانج افريكا تنزانيا على فكرة فريق قوي جدا وممتاز وفريق منظم، يعني برضه مش فريق ضعيف اللي هو تستهون بيه. ومباراة العودة عايزة تركيز لأنها هتبقى صعبة. الكلام اللي بيتقال ان دي سهله وكلام زي كده، لا الكلام ده مش صح. الفريق يانج افريكان تنزاني فريق قوي، ومباراه العوده هتكون صعبه، محتاجه تركيز من النادي الاهلي عشان نخرج بنتيجه ايجابيه في مباراه العوده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباريات القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.